السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة هنعمل الفول المدمس لرمضان، وهنشيله اكياس في الفريزر ونخزنه. مفيش مشكلة، قبلها بيومين قبلها ب3 ما بيجراش حاجة. طلعي الكيس يفك واعمليه على طول. معايا هنا 3 كوبايات فول تدميس. فول التدميس ده بطلع منه فول مدشوش. ازاي؟ اي فولة مش عجباني ببتدي افصصها واخليها الفول المدشوش، فبيطلع حوالي نص كوبايه ربع كوبايه على حسب ما يطلع الفول معاكي قد ايه. فعشان كده ما بشتريش فول مدشوش. ومعايا هنا معلقتين عدس، معلقتين رز وليمونه بس. غير كده انا ما بحطش حاجه تاني في الفول. بحب ادمسه في البيت عشان بيطلع حلو، وبيطلع نضيف، وبيطلع الفول فاتح معايا. دلوقتي انا بعمله على الشعله، ممكن انتي تعمليه على البوتاجاز بس اصغر عين عندك. بالنسبة لمعلقتين العدس ومعلقتين الرز ما بحطهمش دلوقتي خالص، بحطهم بعد الدماسة دي ما تبقى على النار ساعتين. انا بحطهم بعد الساعتين، بحط العدس وبحط الرز، ما بنقعهمش، لا بغسلهم في ساعتها واحطهم، عشان انا عايزة مية الرز علشان بتقلي كمان مية الفول مع العدس وبتخليه حلو قوي. يعني انا ما بحطش الحاجة دي ولا بغسلها غير بعد ساعتين. بغسلهم على طول واحطهم، باكد عليك اهو. خلاص انا بحط الفول في الدماسة ومشغلة اللي هي الشعلة تسخن معايا شوية، على بال لما هاخد الفول غلوة واحدة على البوتاجاز. انا نزلت بالمية وهبتدي اخد الفول غلوة واحدة على البوتاجاز، ولما يبتدي يغلي احط عليه الليمونة. وحتى الفول المدشوش مش هحطه دلوقتي برضو، بحطه بعد ساعتين برضو مع العدس ومع الرز. خلاص نزلت بالليمونة كاملة عصرتها على الدماسة، وخلاص الفول هيبتدي يغلي معايا. وبعد كده هبتدي اوطي عليه، اذا كنتي هتسويه على البوتاجاز او هتحطيه على الشعلة زي كده. انا حطيته على الشعلة اللي هي بالكهرباء، دي بالنسبة لي حلوة جدا لانها بتدمس الفول حلو قوي قوي، وبيقعد حوالي الفول 4 ساعات. ونسيت اقول لكم ان الفول ده منقوع 12 ساعة، يعني انا نقعاه من بالليل لغاية الصبح، ما ابتديت اشتغل فيه على 10:30 11 الصبح بس. فلازم يتنقع كويس، فبيسرع معايا كمان عملية التسوية، ما بيقعدش كتير. الاول كان يقعد 4 ساعات 6 ساعات علشان ما كناش بننقعه. لا بقى لازم تنقعي الفول عشان السموم اللي فيه. الفول يا جماعة فيه سموم وفيه غازات، فلازم يتنقع كويس جدا. كده عدى عليه الساعتين بالظبط على الدماسة، فبنزل بالعدس وبالرز وبالفول المدشوش، وهيبقى خليه يبتدي يغلي تاني وياخد السوا بتاعه. ما افتحش عليه خالص طول ما هو على الدماسة، ما افتحش عليه خالص الفول عشان يستوي وما ياخدش هوا، ويستوي براحته ويطلع زبدة زي ما انت شايفة قدامك. الفول طالع ازاي؟ طالع زبدة خالص، وال4 ساعات عليه حلوين جدا. وخلاص كده استوى معايا الفول، وهبتدي احطه يبرد وهبتدي اكيسه واحطه في الفريزر عادي، هيقعد معاكي يخلص. تعملي تاني بنفس الطريقة. وبعدين كل واحد وليه طريقة يا جماعة. انا هي دي طريقتي، في بقى بيحط جزر، بيحط طماطم، بيحط اي حاجة، انا دي طريقتي من زمان. ولو قعدت 100 سنة هي نفس طريقتي. خدي بالك ان الفول لو احتاج مية لازم تحطي له مية مغلية، اوعي تحطي مية ساقعة كده بتجرمزي الفولة وتخليها وحشة. لا، ان احتاج مية بتحطي مية سخنة بتغلي من الكتل. خدوا بالكم الليمونة مخلية الفول هنا فاتح معايا، كذلك الرز. انا ما بحطش اي الوان، لا جزر ولا طماطم ولا اي حاجة. خلاص ما تنسوش بقى تعملوا لايك للفيديو وتفعلوا الجرس، واستنوني في فيديوهات جديدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.